السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الحجازية الاسكندراني. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. تنفع معانا فطار مع كوباية شاي بلبن مع كوباية شاي. طبعا لمحب القرفة بتبقى جميلة جدا. اللي بيحبوا القرفة وبيحبوا ريحة القرفة بتبقى طعمها تحفة. يعني هنعملها ان شاء الله مع بعض النهارده. مقاديرها سهلة وبسيطة وهتنجح معاكي من اول مرة ان شاء الله. يلا نبدأ وصفتنا. قبل ما نبدأ ما تنسوش متابعتنا لو بتشوفوني على الفيسبوك علشان يوصلكم كل جديدنا، ولو بتشوفوني على قناتي على اليوتيوب ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الشير واللايك. يلا بينا. هنبدأ وصفتنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هنا معايا كوبايتين من دقيق السميد وكوبايتين من الدقيق الأبيض وكوباية إلا ربع من السكر الناعم وكيس خميرة، ودي الخميرة اللي أنا بستخدمها على طول اسمها خميرة الرحاب، وكوباية كاملة من خليط ما بين الزيت والسمنة. الزيت لأن بيدي للحجازية بتاعتنا قرمشة حلوة، والسمنة بيديها ترميلة برضو حلوة، فاحنا هنحتاج الميكس ما بين الاتنين. حطينا المواد الجافة كلها. طب حد هيقولي هما دول كوبايتين؟ هقوله لأ، أنا عاملة المقدار مرة ونص، لكن أنا بديك المقدار الأساسي. يعني المقدار أساسي وانتي تزوديه براحتك. حطيت كل مكونات الجافة بتاعة الدقيق ودقيق السميد أو دقيق البسبوسة، وحطيت الخميرة والسكر ورشة الملح البسيطة. قلبت كل المكونات كويس جدا مع بعض، وبعد كده نزلت بكوباية الخليط ما بين الزيت والسمنة بتاعتي. هغلف السمنة هغلف سوري الدقيق بالسمنة كويس جدا. يعني هتأكد ان كل حبة دقيق اتغلفت ووصلها سمنة وزيت زي ما انتم شايفين كده. بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا، بعد ما غلفناها كويس جدا بالسمنة والزيت، هنعجنها بقى بالمية، مية فترة. طب هنعجنها؟ لا مش هنعجنها، احنا بنلمها بطراطيف صوابعنا كده زي ما انتوا شايفين. انتوا مش شايفيني مش بعجن، انا يعني بلم بصوابعي كده بس العجينة، لان معروف عن دقيق السميد او دقيق البسبوسة ان هو ما ينفعش يتعجن، هو بيتلم كده. العجينة اخدت معايا قد ايه؟ اخدت معايا كوباية مية. ممكن معاكي تاخد اقل، ممكن تاخد زيادة على حسب نوع الدقيق. خلصتها وقمت مغطياها باي كيس من عندك، لو عندك استرتش يبقى احسن. وطبعا الخميرة قصدي العجينة بتاعتنا مش عجينة اللي هي بتخمر وتنفش كده زي الدقيق العادي، لأ، عجينتنا عجينة تقيلة فما بتقومش، بتخمر بس حاجات بسيطة خالص. سيبناها على جنب في حتة دافية علشان تخمر معانا. وبعد كده هنحضر الحشوة بتاعتنا. 3 كوباية من دقيق السميد أو دقيق البسبوسة، وعليهم 3 معالق كبيرة من القرفة، وكوباية من السكر. وأنا كان عندي جوز الهند في التلاجة، وطبعا ده اختياري، حابة تحطيه حابة، عندك ما عندكيش خلاص برضو مش مهم. قلبت كل ده مع بعضه كويس جدا. برضو انا مكتره الحشوه لان انا زي ما قلت لكم عامله المقدار مره ونص، ممكن انتي تخليها كوبايتين بدل التلاتة. وقلبت كويس جدا مع بعض لحد المكونات كلها ما اختلطت مع بعض. وبعد كده قمت جايه بحبه ميه ورشهم كده عليها وهقلب. طب ايه لازمه الميه دي او ايه لازمه الخطوه دي؟ الخطوه دي عشان لما تيجي تاكلي حته الحجازيه ما تلاقيش الحشوه معاكي فرفتت وقعت كده، تبقى متماسكه وماسكه نفسها. فالخطوه دي مهمه جدا. ممكن تستبدلي الميه دي، تستبدليها شربات خفيف، وتقللي كميه السكر. انا هنا حسيتها فاتحه شويه، قمت حاطه لها كمان حبه ميه وكمان معلقه قرفه. وزي ما قلتلك ممكن تستبدليه بالشربات، وممكن كمان تزودي السكر بتاعك او تقلليه، لان هنا السكر بتاعي كان معتدل، لا هي مسكره ولا هي يعني مسخه او مش مسكره. خلصنا الحشوه بتاعتنا وحطيناها على جنب، وجينا بقى العجينه. زي ما قلتلكوا العجينه ما بتخمرش، يعني ما بترتفعش جامد وتملى البوله او البلاستيك اللي احنا شغالين فيها، لا عادي. قسمت العجينة حتة كبيرة وحتة أصغر. الحتة الكبيرة دي أنا هحطها في قعر الصينية من تحت، لكن أنا دلوقتي هشتغل في الأصغر. وهقولك أسهل خطوة إن انتي تعملي الطبقة التانية الحجازية من فوق ايه. أخدت الكيس اللي أنا كنت مغطية بيه، قمت فاتحاه زي ما انتوا شايفين كده، وقمت واخدة العجينة الأصغر اللي أنا قلتلكم عليها اللي هو النص الأصغر، وقمت فرداه كويس جدا. علشان بنقول طب احنا اللي فوق الطبقة اللي فوق هنعرف مقاسها ازاي وهتغلبنا، طب احنا هناخد حتة حتة. لا، بالنسبة لي الطريقة دي أسهل طريقة. جيت علشان أشيلها كده ما اتشالتش معايا، قمت جايبة بقى صينية ومزحلقاها عليها زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي معايا كده. جبت الصينية دي قمت منزلها عليها كده، ظبطتها وفردتها ورجعتها كأنها لسه نازلة من الصينية. وبعد كده هاخد الصينية بتاعتي وهعمل فيها النص الأكبر من العجينة اللي أنا بقى قلتلكم عليه. طب ليه نص أكبر من العجينة؟ أنا هقولك ليه. لأن لازما وانتي بتفردي العجينة لازما تطلعي لها سور من على الجناب. السور من على الجناب ده بتحمي الحشوة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، بتحمي الحشوة بتاعتنا ان هي تلزق.
في الصينية نفسها، فالسكر يتحرق يعمل ريحة الشعوطة دي، فاحنا هنتفادى كل ده. فهو لازما السور اللي من الجنب ده علشان كمان نقفلها ونقفل على الحجازية والحشوة بتاعتنا كويس جدا. خلصت الطبقة اللي تحت وظبطت السور بتاعها بقى وكده كله تمام. هجيب الحشوة بتاعتنا اللي احنا لسه عاملينها مع بعض وهحطها كلها. معروف عن الحجازية ان طبقة العجينة بتبقى رفيعة، اللي تحت واللي فوق بيبقوا رفيعين، وطبقة الحشوة بتاعتها بتبقى سميكة شوية، يعني هي اللي بتبقى اكتر، لان الحشوة هي اللي بتبقى مسكرة عن العجينة كمان. وطبعا الحجازية الاسكندراني احنا ما بنسقيهاش شربات. الحجازية الاسكندراني هي بتتعمل كده، سكر في العجينة وسكر في الحشو، لكن ما بتتسقاش شربات خالص. حطيت الحشوة بتاعتي وسويتها كويس جدا كلها سمك واحد، وبعد كده قمت نازلة عليها بالطبقة التانية. انا جبتها لكم هنا على البوتاجاز عشان حسيتكم يعني انتوا هتشوفوها اكتر وانا هعرف اشتغل اكتر واخد حريتي اكتر. وبعد كده اخدت الطبقة اللي فوق وقمت منزلاها على الحشوة، واحدة واحدة كده بدأت ابططها، وان انا اجيب الاطراف اللي انا عاملاها او السور اللي انا عاملاه بالعجينة اللي تحت او بالطبق اللي تحت، اجيبه والزقه مع الطبقة اللي فوق زي ما انتوا شايفين كده. كنت بجيبه بايه؟ كنت بجيبه بظهر معلقة كده، ظهر معلقة واحدة واحدة كده واجيبه علشان اعرف الحمه بالطبقة اللي فوق بالطبقة التانية اللي فوق. وبططتها كويس جدا بحيث ان كلها تبقى سوا واحد، يعني ما تبقاش ما باينه ان هي ملحومه او باينه ان هي معموله كده، لا بططتها وسويتها زي ما انتوا شايفين كده، كلها بقت حاجه واحده. اهم حاجه ما ينفعش الحشوه بتاعتنا تطلع مننا بره او تلمس الطبقه اللي فوق والكلام ده كله، علشان ما يبقاش حتى شكلها وحش. ظبطتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وبعد كده قمت جايبه الشوكه بتاعتنا، اي شوكة، وقمت مضلعة بيها زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. اهم حاجة وانتي بتضلعي ما تضغطيش على الشوكة من على الوش كده، دوبك تدي الشكل ده معايا. وبعد كده خلصت الصينية بتاعتي كلها. هنيجي بقى على اهم نقطة وهي نقطة التقطيع. انا ما بعرفش اقطع صينية الحجازية ازاي، انا هقولك. هتاخدي الصينية كده وتقطعي من على الجنب، تقطعي بالورب كده، شايفين؟ كأنك كل مرة بتعملي مثلث، بصوا كل مرة بيبقى فيه مثلث موجود، شايفين؟ زي البقلاوة بالظبط. بعد ما خلصت الصينية بتاعتي بالتقطيعة اللي انتوا شايفينها دي، هقوم عادلة الصينية ومقطعة كأني بقطع صينية كيكة عادية خالص، مربعات عادية خالص، فهتديكي بقى الشكل الايه، الشكل السمبوكسات او شكل البقلاوة او الشكل بتاع الحجازية المعروف عنه. خلصتها كده وخلصت الصينية بتاعتي كلها، وهتشوفوها بعد ما خلصتها كلها. هحطها بقى بدرجة حرارة كام؟ من 180 ل200. اول ما تاخد لون من تحت هنقوم طافيين البوتاجاز ومولعين الشواية عشان تاخد لون من فوق. ودي شكل الحجازية بعد ما طلعت معانا. هتعرفي ان هي اخدت لون ازاي من الجناب او من تحت، من من الحروف، هتلاقي الحروف بتاعتك لونت. فاول الحروف بتاعتنا ما تاخد لون يبقى كده الصينية من تحت كلها اخدت لون. طفينا الفرن خالص وقمنا مشغلين الشواية، اخدت لون من فوق وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لكم بقى تنفع فطار، تنفع فطار كده بكوباية شاي بلبن يعني. ممكن ندوها للعيال في اللانش بوكس، لاولادنا برضو في اللانش بوكس هتبقى جميلة. هما اكيد هيحبوها برضو، انا عندي عيالي بيحبوها جدا، فهي جميلة في كل حالاتها. وعلى الاقل العجينة في الشتاء، والشتاء اللي داخل علينا ده بتحسسنا بالدفء كده، ولازم الفرن يشتغل ولازم ريحة العجينة تبقى في الشتاء. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات، ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان الكل يشوف الفيديو ويستفيد منه. ولو طالبين اي حاجة او عايزين اي حاجة قولولي وانا هعملها لكم فورا. انتوا زي ما قلت لكم كذا مرة طلباتكم اوامر. وما تنسوش الاشتراك لو بتشوفوني على قناة اليوتيوب، وتفعيل الجرس والمتابعة لو بتشوفوني على الفيسبوك.